بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي رسول الله، صلاة تنحل بالعقد وتنفرج الكروب. من قناة خالد عبد النبي على اليوتيوب وأسطورة الفن. طبعا المنصوراوي أو الدقهلاوي، نجم مشهور في الصعيد بأعماله الفنية. شهرته الفنان الأسطورة أبو أمين، اللي فاجأنا على السوشيال ميديا طبعا. يعني مش عارفين، موقف كوميدي أو حاجة جميلة جدا، وطبعا حاجة مبهجة، انه شاب من شباب مصر الجميله اللي بيحلم ان هو يكون طبعا يعني بعضو مجلس البرلمان او يترشح لمجلس البرلمان او مجلس النواب. نتعرف حضرتك يا معالي الباشا. ازيك يا استاذ خالد، نورتنا اول حاجه وعلى راسي من فوق. الله يبارك في عمرك. رمزي امين، المعروف او المشهور بالفنان ابو امين، ابن مركز سماية الأمديد. مركز سماية الأمديد، محافظة أهلية. محافظة دقهلية. الفنان الأسطورة أبو أمين، إيه الحكاية؟ إيه الموضوع؟ والله قبل ما أبدأ أي كلام، أول حاجة الدستور المصري يحق لأي مواطن أن يرشح نفسه. نعم. دي رقم واحد. نعم. تاني حاجة، أنا الحمد لله بفضل من عند الله، أنا من غير متابعيني ومحبيني ومشاهيري في أي مكان ولا حاجة. أسبوع في نداء وطلب جماهيري من متابعيني وحبايبي وتفويض بطريقة غير تتوقع من محافظة الدقهلية، وبالأخص من مركز سماية الأمديد، من جميع القرى بيهتفوا باسم الفنان أبو أمين. طيب يا فنان، حضرتك انت عارف طبعا دايره سماية الأمديد وسنبلاوين كبيره جدا، وطبعا فيهم يعني هو العمالقه، وطبعا يعني نواب عظام قبل كده. وطبعا انت عارف يعني ديت لها مواصفات خاصه. بص يا استاذ خالد، اتفضل. اول حاجه، سواء انا او غيري هدفنا حاجه واحده بس. نعم. النائب الذي يمثلنا يكون نعم. في البرلمان. نعم. ان شاء الله. نعم. يكون بيتقي الله. نعم. ده اول حاجه. بيتقي الله في اهل بلده وفي اهل دايرته. يكون راجل خدوم. يكون راجل بيته مفتوح وقلبه مفتوح لكل الناس. يكون بيقدم الخدمه لاهل بلده. يكون في مشروع للشباب. طب انت راجل حضرتك يعني نحتسبك على الله عز وجل طبعا، يعني من اهلنا الطيبين. وطبعا انا بعد نفسي من طبعا انا واحد من الناس من اهل الفقراء والمساكين امثالي يعني. حضرتك طبعا من منطقه شعبيه، وراجل ظروفك يعني طبعا الكل عارفها في بلدك، وطبعا لميسها وعارفها. يعني طبعا هتواجه انتقادات صعبه جدا جدا، وخصوصا كمان ان في طبعا يعني في اخ فاضل مترشح في الربع، اعلن ترشحه لمجلس النواب 2025. فايه راي حضرتك؟ بص يا استاذ خالد، انا اول حاجه اللهم صل على رسول الله، التوفيق من عند الله. نعم. التوفيق من عند الله. نعم. ثم انا قلت لك جاي لي يعني كميه تفويض وكذا يعني كذا اجتماع، وجالي حزب كبير بيقدم لي كل الدعم والحب والتقدير، وشايف فيا اللي انا يعني حد كويس وحد محترم واخدم اهل دايرتي. احنا عايزين حد. طب لو في حد جدير انه يخدم عنك يا اسطوره يعني مفيش مشكله. انا اهم حاجه. طب مين مثلك الاعلى يعني في ان انت ترشح لمجلس النواب؟ والله هو بص، اللي انا بصراحه ده الدقهليه اتيتمت من بعده، هو اللي انا كنت شايفه بصراحه يعني بسم الله ما شاء الله كان بيخدم. هو الحاج مصطفى عثمان رحمه الله عليه، ربنا يرحمه ويجعله في الجنه. الحاج مصطفى عثمان عضو مجلس الشعب سابقا رحمه الله عليه، ابن قريه الربع. وهو خال والدي. نعم. بالمناسبه يعني. طيب سؤال اخير يا اسطوره، حضرتك يعني جد ولا خيال ولا بالظبط يعني ترشحك من عدمه؟ بص، انا لو نزلت انا هنزل عشان اهل بلدي ودايرتي. نعم. انا لو نزلت يا استاذ خالد هيكون في خير لمحافظه الدقهليه. نعم. انا مش نازل اوعد. نعم. لا، انا نازل احقق اشتغل. احنا مش عايزين حد يوعد. نعم. زي اللي حصل قبل كده وما تعرفش عنه اي حاجه. فاحنا محتاجين
حد ما يوعدش، احنا محتاجين حد ينفذ. طبعا على أرض الواقع. طبعا احنا في مرحله صعبه جدا ومرحله قويه جدا بتمر بها مصر ومع احترامي ليك انا بشكر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. نعم. اللي دايما بقولها احسن رئيس مسك مصر. الله يبارك في عمرك. طبعا تحياتنا للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، وطبعا جيشنا العظيم وقادتنا العظماء، وتحيا مصر. طبعا يعني بيهم احنا من غيرهم ما نسواش حاجة. احنا عايشين في طبعا بأمانهم وربنا يبارك في عمرهم. بنشكر حضرتك حبيبي الله يسعدك. ويا استاذ خالد، هدفنا الوحيد لبلدنا حب بلدنا، تمام؟ ان حد ينزل، مش ينزل اللي هو عشان كرسي ولا عشان يتصور في البرلمان ولا عشان يتشهر، لا، عشان يخدم اهل بلده ويشتغل ويعمل مشروع للشباب. ربنا طبعا اذا كان ليك نصيب فيها طبعا انت. وطبعا انا بوجه رساله، كل واحد له رايه. نعم. وكل واحد رايه يحترم. كل واحد بيدعم، ان كان دكتور مصطفى او ان كان اي حد بيدعم فكره الفنان ابو امين او بفوضه، فكل الشكر والتقدير والاحترام. شكرا جزيلا لحضرتك. طبعا الاخ الفنان الاسطوره ابو امين ابن قريه الربع مركز ملك جدا محافظه اهليه، بيحلم زي شاب من اي شباب من مصر، وده حقه الشرعي. ده انا بفضل من الله، لو نزلت هنجح بفضل من الله. ربنا يبارك في عمرك، ربنا يجعلك في نصيبك. احنا طبعا كلنا بنعمل، وانا لسه ما علمتش رسم. طبعا احنا كلنا احلام، وطبعا الانسان يعيش على الحلم، وطبعا ولو بصوص من الامل. شكرا لحضرتك، ربنا يوفقك، وطبعا خير. شكرا لحضرتك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اذا عجبكم الفيديو برجاء الاشتراك في قناه خالد عبد النبي على اليوتيوب وتفعيل زر الجرس وعمل لايك الفيديو. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.